أهلا بيكم في حلقة النهاردة من شخصية مؤثرة مع مروة صالح. حلقتنا عن شخصية عظيمة لها تأثير كبير في العالم الإسلامي، شخصية قدرت تجمع بين الحكمة والعلم والقيادة. شخصيتنا هو الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. هنتكلم عن حياته وإنجازاته وأثره الكبير في نشر التسامح والسلام. الشيخ أحمد الطيب اتولد في 6 يناير 1946 في قرية القرنة محافظة الأقصر. نشأ في بيت بسيط مليان حب للدين والعلم، حفظ القرآن في سن صغير ودخل المعاهد الأزهرية وبعدها كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتفوق في دراسته وتخصص في العقيدة والفلسفة، وحصل على الماجستير والدكتوراه، وسافر باريس للدراسة وأجاد اللغة الفرنسية بطلاقة. تدرج في المناصب حتى وصل لمنصب رئيس جامعة الأزهر في 2003، وفي 2010 تولى منصب شيخ الأزهر. وبعد توليه منصب شيخ الأزهر عمل تغيرات كبيرة، كان من أهمها تطوير المناهج الأزهرية عشان تكون متواكبة مع العصر، وكمان وقف قدام أفكار التطرف ونادى بالفكر الوسطي المعتدل واللي بيعبر عن حقيقة الإسلام. وطبعا ما ننساش دوره في إطلاق بيت العائلة المصرية، واللي كان هدفه تعزيز الوحدة الوطنية. الشيخ أحمد الطيب مش بس تأثيره محلي وكمان عالمي، شارك في مؤتمرات دولية كتير علشان يدافع عن الإسلام ويوضح صورته الحقيقية. ومن أهم إنجازاته توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرانسيس سنة 2019 في الإمارات. الوثيقة كانت خطوة تاريخية لنشر السلام والتفاهم بين الأديان، وكان له العديد من اللقاءات مع قادة عالميين زي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وده لتوضيح رسالة الإسلام الوسطى. وللإمام الطيب العديد من المؤلفات زي مقومات الإسلام ومدخل لدراسة المنطق القديم، وله ترجمات بارزة من الفرنسية زي مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها. الشيخ الطيب مثال حي للتسامح والأصالة والعلم والحكمة، صفات جعلت منه نموذج يحتذى به. شكرا لحسن استماعكم، استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة صالح.